بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ عاملين ايه اغلى متابعين؟ ان شاء الله تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة ان شاء الله معاكم في فيديو جديد. هنعمل مع بعض بقى البطاطس بالكزبرة. ان شاء الله بقى جربيها هتلاقيها حلوة. شايفين ناشفة وجميلة ازاي؟ مع النفس بحب اكلها كده احسن ما بتبقى محمرة. محمرة يعني صوابع كده صغيرة كده بتبقى جميلة جدا. شايفين حلوة ازاي؟ ده الفيديو النهارده معانا البطاطس بالكزبره. اتمنى ان شاء الله ان هو يعجبكم باذن الله. طبعا هتاكليه بقى مع عيش براحتك. انا عامله شويه كشري كده صغيرين مع البطاطس النهارده، مع طبعا طبق سلطه حلوه كده مع الجرجير ومع المخلل، حاجه كده زي العسل. انا بس بديكوا فكره اللي ممكن تكوني بقى قاعده محتاره على الغداء او كده، فانا بديكي فكره تعملي ايه. ممكن انت بقى تعملي طريقه تانية او تعملي حاجه تانية، بس انا النهارده حبيت اوريك الفكره بتاعتي النهارده، ممكن حد يستفاد منها. قبل ما ندخل في الفيديو ونشوف البطاطس بالكزبره بتاعتنا النهارده، اتمنى طبعا من كل مش مشترك عندي في القناه رحمه عمرو يا ريت يشترك ويفعل الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. ويلا بينا ندخل نشوف عملنا البطاطس الجميله دي ازاي. طريقه حلوه جدا وتنفع للغدا كده او للعشاء، مناسبه جدا. يعني بنحاول ندي لبعض افكار كده. يلا بينا نسمي الله ونصلي ونسلم على رسول الله عليه الصلاه والسلام ونشوف عملنا البطاطس ازاي. ودلوقتي بقى هنغسل البطاطس، نغسلها كويس قوي. نغسل كده البطاطس غسله حلوه علشان خاطر نسلقها بقى باذن الله. اي طريقه مختلفه كده على البطاطس، بحيث يعني لو ما عندكيش حاجه ممكن تعمليها للغدا مع شويه كشري كده بتبقى جميله جدا، او مع اي اكل عامه هي بتبقى حلوه البطاطس. بس احنا بنحاول نغير كده في اكلاتنا، يعني مش كل حاجه بطاطس محمره او شيبسي. احنا هنغير النهارده، هنعمل البطاطس بطريقه تانية ان شاء الله تعجبكم باذن الله. اهي غسلنا كده البطاطس اهي زي الفل. بعد ما غسلنا البطاطس كده احنا هنحط شويه ميه في الحله كده زي ما انتم شايفين، على قد كميه البطاطس طبعا اللي انت عايزاها. وهنقطع البطاطس كده على 4 مثلا، على قطع صغيره مش كبيره قوي. هنقطعها كده مكعبات كده زي ما انتم شايفين. كده خلاص قطعنا كل البطاطس اهي زي ما انتم شايفين. زي ما تحب بقى التقطيع على صوابع كده او على مكعبات، بس انا بفضلها كده بتبقى حلوه في التحمير. بس كده هنغسلها بقى ونحطها على النار، عليها شويه ملح، يعني معلقه ملح كده صغيره. هنحط عليها شويه ملح صغيرين زي ما انتم شايفين كده، وهنولع عليها بقى على النار وبعدين هنشوف هنعمل ايه ان شاء الله. دي البطاطس اهي قشرناها زي ما انتم شايفين بعد ما اتسلقت. هنسمي الله كده وننزل بيها على عامل ازاي. لازم كده تتحمر في زيت كتير، وكمان يبقى الزيت سخن جدا. هحمرها بقى ونشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. وبكده ان شاء الله نكون خلصنا بقى البطاطس بتاعتنا النهارده. شايفين الحلاوه والقرمشه.
شايفين عامله ازاي؟ انا عن نفسي بحبها قوي بالطريقه دي. شايفين حلوه جدا. وكمان مغذيه كده وجميله. بتبقى مقرمشه وحلوه كده من بره، وكمان بتبقى طريه من جوه. جربيها بطريقتي وان شاء الله هتعجبك جدا، مش هتبطلي تعمليها. شايفين القرمشه والحلاوه؟ بسم الله ما شاء الله، جميله جدا. طبعا مع الكشري بقى، مع السلطه، مع شوية جرجير كده وشوية مخلل، كل حاجة من البيت. طبعا احنا بندي لبعض افكار كده بسيطة. ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاع النهاردة. واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.